إن أذن لي أمير المؤمنين. تفضل. إلى ما دعا إليه ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يا أمير المؤمنين، إن جدك عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: لما قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. وأنا يا أمير المؤمنين أقر بذلك كله، ففيما أنا هنا؟ إنه أمامكم بأغلاله، كلموه. ما تقول في القرآن يا ابن حنبل؟ كلام الله. هل نظرت إلى ابن أبي دؤاد يا أحمد؟ إن أذن لي أمير المؤمنين، لو عرفته من أهل العلم لنظرت إليه وناظرته. هو عندنا من أهل العلم، ناظره. كما أراد أمير المؤمنين. ماذا تقول في علم الله يا ابن أبي دؤاد؟ أهو مخلوق أم غير مخلوق؟ القرآن من علم الله، فإذا كان علم الله غير مخلوق فالقرآن غير مخلوق، وإذا كان علم الله مخلوقا، وأستغفر الله من مقالة كهذه، لأنها ستعني أن الله كان في الأزل بغير علم ثم خلق علمه فصار ذا علم، ولا أظن مؤمنا يقول مثل هذا الكلام المتهافت الذي لا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. وأعرفه أن الله أحد صمد، لا شبه له ولا عدل، وهو كما وصف نفسه. يا أحمد، هل القرآن شيء أم غير شيء؟ هو شيء. ألم يقل الله تعالى: الله خالق كل شيء؟ والقرآن شيء، ألا يدخل هذا تحت خلق الله؟ قال الله تعالى في الريح التي أهلكت قوم عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها. فهل دمرت السماء والأرض؟ أم أنها دمرت ما أراد الله فقط؟ إن الاستغراق في الآيتين يشمل ما أراد الله فقط. ما رأيك؟ إن الرجل قد ألجم جماعتك ولم يستطيعوا معه قولا. إنه والله يا مولاي ضال مضل وصاحب بدعة. هذه النعوت التي تطلقها كالطير في السماء لا قيمة لها عندي. أسكتوه بالحجة، ما من حجة إلا وردها عليكم. ما تقول يا ابن حنبل في قوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث؟ أفيكون محدثا إن لم يكن مخلوقا؟ أخطأت أيها الرجل. إنما قوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، إنما هو ما يحدث الله عند المؤمنين من العلم ما لم يسمعوه، ولم يأتهم به كتاب قبله ولا جاءهم به رسول.
ألم تسمع إلى قوله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فعلم نزول القرآن محدث عندنا وغير محدث عند ربنا. وما تقول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: ما خلق الله عز وجل من جنة ولا نار ولا سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي. أفيكون ها هنا خطأ أيضا؟ أولاً، هذا ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه قول لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثانياً، اقرأ الأثر جيداً، فقد وقع الخلق على الجنة والنار والسماء والأرض ولم يقع على القرآن، أليس كذلك؟ والله يا مولاي إنه صاحب بدعة ضالة. يا أمير المؤمنين، أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أقول به. لكن الأمور لا تستقيم بالقرآن والسنة فقط، يجب علينا أن نحتكم إلى صوت العقل. عجيب أمرك، وهل يقوم الإسلام إلا بالقرآن والسنة؟ وهل نأخذ الدين والعقيدة إلا من القرآن والسنة؟ ماذا تنتظرون؟ كلموه، ناظروه. يا ابن حنبل. لبيك يا أمير المؤمنين. أرجو أن تكون قد رجعت إلى نفسك ووضعت العناد جانبا. أعز الله أمير المؤمنين، إنه ليس عنادا، إنه لثبات على الحق الذي تعلمناه من كتاب الله وسنة نبيه، وما كان عليه الصحابة وآل بيته والتابعون عليهم رضوان الله. عدنا إلى كتاب الله وسنة رسوله. أين عقولنا يا ابن حنبل؟ أنتركها أم لا؟ أين قلوبنا التي نفقه بها؟ أندعها جانبا؟ ها؟ يا ابن أبي دؤاد، إن القرآن الكريم كان ينزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، لا على قلبك ولا على قلبي ولا بعقلك ولا بعقلي. وقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن فقد أكمل الله لنا ديننا. إنه يراوغ يا مولاي، فإن جئناه بدليل عقلي قال ما عرفت هذا. يريد منا أن نحاوره فقط بما يتقن، أقصد الحديث والفقه. إنه أمامكم، كلموه واجلبوه. اللهم كن لأبي عونا ومعينا، حافظا وناصرا وأمينا في هذا الشهر الفضيل. إلى متى سنبقى في أخذ ورد؟ أليس لهذا الأمر من نهاية؟ هل سنقضي شهر العبادة في الكلام؟ ويحك يا أحمد، والله أشفق عليك مثل شفقتي على ابن هارون. أشبني. يا أمير المؤمنين، هاتوا لي شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أقول به.
أيها الحرس، خذوه عني. لم تستطيعوا الانتصار عليه بحججكم الواهية، فقررتم الخلاص منه سحقا للظلمة وأعوانهم. كلمة واحدة منك يا أحمد تكفي للخلاص. أعطني ولو عذرا بسيطا حتى أصفح عنك. إن تكن الكلمة تلك من كتاب الله وسنة رسوله قلتها، وأما ما وراء ذلك فباطل، وما وراء ذلك من خلاص. أبقي على نفسك أيها الشيخ. يا أمير المؤمنين، القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، فهل يستقيم أن نقول أن صفة من صفات الله مخلوقة؟ أيدرك هؤلاء عظم قولهم ومغبة رأيهم؟ تعالى الله عن افترائهم علوا كبيرا. تبا له ما أشد عناده. يا مولاي، أنت صائم وفي الشمس قائم. إمامك بك رحيم يا أحمد، فاختر صحيح. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يا أمير المؤمنين، دمه في عنقي. تبا لك، أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم؟ دعوه على العقبين. يا أمير المؤمنين، الله الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة. فبما تستحل دمي؟ لا يخدعنك بكلامه يا مولاي، إنه ضال مضل كافر. ثم خطب ما يحدث يا أبا نصر. ونحن أيضا نشعر بذلك.
ولكن كيف لنا أن نعرف ما يجري؟ أسوار القصر مغلقة ولا أحد يخرج من الداخل. أشعر بأن هناك أمرا خطيرا أيها الأخوة. مثل ماذا؟ لا أدري يا أبا عبد الرحمن، ليت باستطاعتي أن أعرف. إن لم يخرج من يخبرنا لا يمكن لنا أن ندري بما يحدث. يبدو أنهم منعوا الداخل والخارج إلينا حتى لا نعرف الأخبار. أرجو أن لا يكون الظلامة قد بيت نية سوء. الويل للظالمين أن حدث للإمام مكروه. إنهم يجلدون ابن حنبل حتى الموت. ماذا تقول؟ إنهم يقتلون الإمام جلدة. الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! ماذا تفعل بنفسك؟ قل لي كلمة واحدة أعذرك بها أمام القوم. القرآن كلام الله غير مخلوق. القرآن كلام الله غير مخلوق. انظر ما الذي يجري في الخارج. أمرك مولاي. مولاي، عذرا يا مولاي، يكفيه ملامة، ربما فارق الحياة. انقلوه إلى الداخل حتى ننظر في أمره. أمر مولاي. فكوا قيوده. كم عددهم يا أبو شيخ؟ عددهم لا تحصى يا أمير المؤمنين. وما زال حيا؟ إنه ما يزال على قيد الحياة يا مولاي. الأمل الله أكبر! ماذا سنفعل أيها الخزاعي؟ الحناجر لا تردع الظالمين، إنما تردعهم سيوفنا. ننتظر قليلا، وإن لم تأت حناجرنا بنتيجة سيكون لنا تصرف آخر. الله أكبر! إن أطلقناه وأخلينا سبيله كان ذلك نصرا له ولأعوانه من أصحاب البدع. مولاي الواثق لا ينطق إلا بالحق. اقتله يا مولاي، اقتله ودمه في رقبتي.
إنه ضال مضل ومبتدع. وأنت يا ابن أبي دؤاد ماذا ترى؟ أرى يا مولاي أن يخلى سبيله. ماذا تقول يا ابن أبي دؤاد؟ دع غيرك يقول هذا. أتريدنا أن نخلي سبيله وأنت أشدنا كرها له؟ إن سمعت السبب يا مولاي ينقضي عجبك. أحمد، يا أحمد، أبا عبد الله، سامحك الله يا أمير المؤمنين. ما الذي جنيته من وراء ذلك؟ هل تسمعني يا أبا عبد الله؟ أبا عبد الله؟ أبا عبد الله، أتسمعني يا أبا عبد الله؟ خذ جرعة من الماء حتى تصحو يا إمام. هيا. أنا صائم، أنا صائم والحمد لله. جرعة من الماء.